السلام عليكم. تعال نتكلم مع بعض شويه عن الناس البجحة. ايوه، الناس اللي هي اليعقد واللي هم بتشوفهم كده بيستفزوك. بس يلا نصلي بينا على النبي الاول. عارف انه عادي من الناس اللي يخش عليك كانه صاحب المكان، اللي يطلب طلبات غريبه كده وعادي يحطك في موقف محرج. دول بقى البجحين. وانا هنا مش جاي اقول لك طنش وخلاص، لان في ناس كده بجحتهم لو طنشتهم هتزيد. وانا اقول لك تعامل معاهم ازاي بطريقه تخليهم يقفوا عند حدهم. اول حاجه ما تديش فرصه للبجح يعيش على سبيل سكوتك، علشان مش عارف تقول له لا. جرب كده يطلب حاجه منك وبكل هدوء بكل اريحيه كده قول له لا وما تبررش. تاني حاجه خليك ساكت. عارف لما حد يقول لك كلمه بيك حاجه ومستني رد فعلك، انت بس بص له بس كده وخليك ساكت، هتحس انه اتشال لانه هو مش متعود على كده، الا اذا بقى طلع بجح من بجاحه. تالت حاجه لو حاول يحرجك قول له وانت شايف اللي انت بتعمله ده طبيعي؟ يعني ده طبيعي يعني اللي انت تقول كده؟ طب لو رد ساعتها بقى بص امسكه اضربه. رابع حاجه حط حدود. لو حد بيجح معاك طول الوقت، ده بقى شخص لازم تبعد عنه او على الاقل تقلل الكلام معاه. اصل مش كل الناس لازم يكونوا في حياتك، وخصوصا ان هم بيستهلكوا طاقتك. الخلاصه البجاحه مش قوه، ده ضعف في الاحساس بالناس. وانت مش محتاج تكون بجح علشان توقف البجح عند حده. كل اللي انت محتاجه انك تكون واضح واثق في نفسك وما تسمحش لاي حد يستخف بيك. جرب الطريقه دي تشوف الفرق، ومش هتخسر حاجه، وان خسرت ايه اول مره تخسر يعني. سلام.